يا مساء الفل عليكم تابعين مسلسل إليف الحلقة ال430. في المشهد ده بتبدأ حلقتنا وهو سردار متعصب جدا وبيتكلم في التليفون، ودخلت عليه جونجا وهي كمان متعصبة جدا أكتر منه، ونظرتها كده تخوف، يعني عمالة تبصله كده وساكتة، ونظرتها دي مش طبيعية. فبيسألها ايه مالك، وبعدين انت كنت فين من الصبح؟ قالت له ازاي يعني كنت فين؟ اتعصبت عليه اكتر. فبتقول له انت ازاي ما تجيش تاخدني من الفحص بتاعي من عند الدكتور؟ فقال لها يا ده انا نسيت واتخرع كده واتخض، قال لها اعذريني انا اسف، وقعد يتاسف لها. فجننها اكتر وقعدت تقول له ازاي يعني نسيت؟ ازاي تنسى ان انا عند الدكتور؟ انت قلت لي روحي على الفحص بتاعك وانا هعدي عليكي اخدك، وليا ساعه قاعده هناك منتظراك علشان تيجي تاخدني، وفي الاخر كمان انت اصلا مش فاكر ميعاد الفحص ولا مش فاكر اصلا ان انا هناك. ومتعصبه جدا. قال لها ده انا والله عندي اجتماعات كتير وكان معايا مكالمات كتير تبع الشغل واتلخمت ومش عارف ايه. فبدات ان هي تحرجه، وبدات ان هي تقول له ما تنساش ان الشغل كله اللي انت فيه ده بفضلي انا، كل الشركات اللي انت ماسكها ومشغول بيها دلوقتي دي بفضلي انا اللي مسكتها لك. وبدات ان هي تهينه. هنا أرزو وأركوت قاعدين بيتفقوا على حاجة كده هيعملوها، ويعني خطة ايه هتمشي مية مية يعني هتبقى في صالح أرزو المرة دي. فهو راح خلاص، هي بعتته يعمل حاجة. وهنا أسومان بتقول لها لو انتي لو المكان اللي انتي بعتاه لأركوت ده هيضره في أي حاجة أنا مش هسيبك، لو أذيتيه في أي حاجة أنا مش هسيبك. فقالت لها أرزو اهدي على نفسك شوية، أكيد أنا طبعا مش هأذيه، وأكيد أركوت كمان هيعرف يتصرف كويس. هنا بقى أركود خلاص كان رايح المزرعة عند جونجا وسردار، فهو لسه واقف على باب المزرعة. بتتصل بيه أرزو بتقول له ها وصلت ولا لسه؟ خلصت المهمة ولا لسه؟ قال لها أنا لسه ما دخلتش وقلت لك ما تتصليش وأنا هكلمك من نفسي يا أرزو. وخايف جدا إن هي كانت ترن عليه مثلا وهو قريب من باب المزرعة، كانت هتكون السبب في إن هم يشوفوه ولا يمسكوه كده. فقفل معاها وقال لها ما تتصليش تاني وأنا هقولك على اللي حصل. ودلوقتي هو خلاص بيراقب جونجا وسردار وشايفهم هما قاعدين، وقال خلاص هو ده الوقت المناسب ان انا اعدي علشان ادخل جوه من الباب الخلفي. وبالفعل اول ما هم خلاص مش واخدين بالهم، لسه جونجا قاعده على الاكل وبتتناقش معاه في الموضوع اللي هو ازاي انت ما جيتش خدتني وكده. فهو بقى اخر ما زهق منها سردار قال لها جونجا ما تكبريش الموضوع وخلاص، ما تعمليش مشكله من موضوع تافه زي ده. قالت له موضوع تافه اذا، وسابت له الاكل خالص وقامت وزعلت جدا. هنا بقى الملك قاعده كده جنب اليف بعد ما رجعت من الشغل، قاعده جنبها علشان اليف كانت مرضانه. هي اليف طبعا مخضوضه من حاجه، وملك كل ده فاكر ان هي ارزو شافتها وهددتها باي حاجه، ولا هي خايفه من ارزو. وعلشان كده ملك قلقانه جدا. فهي قاعده جنبها دلوقتي، وبعد كده بتحكي لزينب بتقول لها انا خايفه جدا على اليف، وكنت طول الوقت وانا في الشغل كان عقلي معاها وعماله افكر فيها يا ترى هي دلوقتي حالتها عامله ايه، وكنت مش عارفه اشتغل خالص وقلقان عليها. هنا بقى جونجا بعد ما طلعت غرفتها والمفروض سردار كمان طلع علشان ينام، فجونجا قالت له انا سامعه صوت تحت. وبالفعل هو كان في صوت اللي هو صوت اركود. بتقول له انا سمعت اي حاجه خبطت تحت، فقال لها بس انا مش سامع حاجه. قالت له لا بس انا سامعه، روح شوف مين اللي تحت. فنزل علشان يشوف مين، ملقاش اي حاجه، وهو معتقد ان هي بتقول له كده يعني بتطفشه. فلما طلع قال لها انا ما لقيتش اي حاجه ونزلتيني على الفاضي. قالت له خلاص خد مخدتك ولحافك وروح شوف هتنام فين، لان انت مش هتنام جنبي، ولو فضلت ان انت تتعامل معايا بكل البرود ده في الحياه الزوجيه اللي بينا مش هتنام جنبي ابدا، هتخليك انت في غرفه وانا في غرفه لحد ما ترجع لطبيعتك، وبعد كده تبقى ترجع هنا الغرفه تاني. طبعا طردته من الغرفه يعني وكده، وخلاص نزل نام تحت. تاني يوم بقى في المشهد ده في الصباح هو صحي من النوم اتفاجئ بأرزو قاعدة في وشه وبتضحك. هو كان نايم تحت طبعا على الكنبة، فبتضحك له كده وبتقول له ايه صباحيه صباح الخير وكده، وبتتريق عليه ان هو نايم على الكنبه. فقال لها انت ايه اللي جابك هنا يا ارزو، وقعد يهزقها. فقالت له استنى بس قبل ما تتكلم كده عايزه اسمعك حاجه. فده طبعا اللي لقاه لها اركوت وهو كان بيقلب هناك، لقى لها التسجيل ده، هي اللي قالت له على مكانه كان في القبو تحت، وقالت له انا شايلاه هناك ولازم تجيبه لي. وكان اللي في التسجيل ده لما كانت ارزو بتتفق مع سردار قبل ما ابوها يموت، لما كانت عايزه تتخلص من جونجا، كان بالاتفاق مع سردار وكانت وعداه ان هو لما يخلصها من جونجا ان هم هياخدوا فلوس ابوها، وان هم
هيتجوزوا ويجيبوا بنتهم من المزرعة ويعيشوا حياة سعيدة. كانت قايله له لازم ان انت تتقرب من جونجا علشان تخليها تحبك، علشان ابويا وكده يعرف ان هي بتخونه معاك ويطلقها ويبعدها عن البيت، وبعد كده الثروة كلها هتبقى ليا انا وانت بس مش لجونجا. وبالفعل سردار من ساعتها كان بادئ ان هو يتقرب من جونجا، وفعلا عجبه الموضوع، بس خد الموضوع لمصلحته هو بعد كده وطرد أرزو من الموضوع خالص. يعني هو دلوقتي اتقرب من جونجا اهو، ولكن طلع أرزو بره الموضوع خالص. فهنا بقى إليف في المشهد ده كانت شايفة ان هي دخلت المكتبة عند يوسف، وكان بيضحك لها وبيقول لها كيف حالك، يعني كمان كان بيكلمها. واتفاجئت ان هو طلع مسدس من بين الكتب وحطه في وشها وقال لها لو قلتي لاي حد ان انت شفتيني في الجنينة الخلفية ومعايا مسدس، انا هتخرج بالمسدس ده وهموتك. فبدات ان هي تصرخ، وبدا ان هو يهددها زي ما سمعتيني كده، لو قلت لاي حد ان انا معايا مسدس انا هموتك. فصحت مفزوعه من النوم وكانت بتحلم، فاتخضت قوي، صحت وراحت عند امها في الغرفه التانية. ما هي قعدت تقول الحمد لله يا ربي ان هو كان حلم ما كانش حقيقه، كانت خايفه جدا. فدلوقتي دخلت الغرفة عند ملك علشان خلاص الكابوس ده وخليها مش عارفة تنام. فدخلت عند ملك، وملك حست بيها طبعا لما دخلت، فبتقول لها مالك وكده. قالت لها انا شفت كابوس، شفت حلم سيء جدا وكابوس ومش عارفة انام وكده. فاخدتها في حضنها ملك وقالت لها ما تخافيش يا صغيرتي، وقعدت حضنتها قوي قوي وقالت لها كملي نومك. ففي المشهد التاني ده أرزو حضرت الفطار وقالت خلاص لسردار ان هو ده بقى بيتي، وحضرت الفطار واقعد كده علشان نفطر مع بعض. نزلت جونجا من فوق، اتصدمت من المنظر لما لقيت أرزو تحت، ولقيت الطاولة بتاع الاكل مقلوبة على الارض، طبعا سردار اللي قلبها. فبدأت ان هي تسأل هو في ايه. هنا بقى اركوت بيحتفل هو وياسومان ان خلاص ارزو مشيت من البيت وراحت على بيت ابوها وما بقتش هتقعد عندهم تاني. فبيقول لها انا عملت لك السفره دي، صحت من النوم لقيته محضر لها الفطار في الجنينه، وقاعد بيحكي لها ان خلاص ارزو مشيت من عندهم وان هم هيعيشوا لوحدهم. وهي فرحت جدا، وزي ما احنا شايفين ان هي خلاص كانت عايزه تتخلص منها باي طريقه لان هي مش بتحبها ابدا. فقالت لا، هنا بقى جونجا بتقول لأرزو اخرجي بره بيتي، انت ايه اللي جايبك عندي هنا بكل وقاحه، جايه هنا في قلب بيتي. فأرزو بتقول لها ده مش بيتك، ده بيتي انا وبيت ابي انا، وكان بيتي من قبلك ومش هخرج من هنا، انت بتطرديني من بيتي. وطبعا سردار واقف ساكت خالص خايف يتكلم علشان أرزو ما تطلعش التسجيل اللي معاها. فبتقول له جونجا افعل اي حاجه يا سردار، طلعها بره بيتي، خدها وارميها بره البيت، انت ازاي ساكت لها؟ فهو عمال يهدي جونجا ويقول لها اهدي يا جونجا، الامور دي ما بتتحلش كده، لازم ناخد الامور نحلها بطريقه احسن من كده، مش هينفع. وقعد يهدي في جونجا. بتقول له هو انت بدل ما تكلمها هي جاي بتهديني انا وبتكلمني انا؟ سابته وطلعت على غرفتها وهو طلع وراها. فقعدت تقول له فوق ان ما نزلتش مشيتها دلوقتي انا مش عارفه هعمل ايه، انا زي ما بقول لك كده انا بامرك ان انت لازم تمشيها بره بيتي. وقعدت تقول له كده، وطبعا علشان هو عارف التسجيل اللي مع ارزو هتفضح بيه الدنيا، فقعد يقول لجونجا انا شايف ان هي من مصلحتنا احنا ان هي تفضل موجوده معانا في البيت، على الاقل تكون تحت عينينا، علشان لو في نيتها ان هي تعمل لنا اي حاجه نكون واخدين بالنا. بتخلص بقى حلقتنا على كده، واستنوا الحلقه الجديده نشوف ارزو هتوصل لايه مع سردار وجونجا، ونشوف الاحداث اللي جايه. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام.